دلوقتي يا قدس أبونا، يا ترى الجسد والدم اللي احنا بنتناوله دول الحقيقيين بتوع بابا يسوع ولا عصير العنب وقربان عادية؟ برافو عليكي. يا ترى اللي بنتناوله ده فعلا جسد ودم حقيقي وفعلا هو جسد ودم المسيح؟ فعلا؟ أكيد فعلا، مش هزار. لأن بابا يسوع قال كده كتير قوي في الكتاب المقدس. قال لهم خذوا كلوا، هذا هو جسدي وهذا هو دمي. وقال إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة فيكم. ده مرة في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس، افتكروا الشاهد ده. اليهود لما لقوه بيقول كده راحوا قعدوا يسخروا منه، يعني يعملوا ايديهم كده، ازاي هيدينا جسد ودمه يعني؟ راحوا عاملين كده وراحوا سايبينه وماشيين. عارفين السيد المسيح عمل ايه ساعتها؟ عمل ايه؟ راح باصص للتلاميذ وقال لهم هم مشيوا عشان ما صدقوش، تحبوا تمشوا انتوا كمان؟ ايه ده؟ يا خبر! يعني معناها ان هو مصمم ان الكلام ده صح ومش هيرجع في كلامه ومش هزار. واليهود مشيوا عشان مش مصدقين. بصراحة لو انتوا كمان مش مصدقين اتفضلوا، لولا ان بطرس ساعتها قال له الى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ يعني انت اللي بتقول لنا الطريق اللي يوصلنا للسماء، فطالما بتقول ان ده جسدي ودمي يبقى جسدي ودمي. وفي كل الأناجيل تلاقي ربنا يسوع المسيح قعد يناول التلاميذ يوم خميس العهد ويتكلم عن الموضوع ده. طالما الموضوع قعد يتكلم عليه كتير ويأكد عليه انه أساسي كده يبقى أكيد صح. ده حتى القديس بولس الرسول مرة كتب في الرسالة بتاعته قال خلوا بالكم، أنا هقول لكم اللي أنا خدته من المسيح بالظبط. لازم نتجمع وناخد من الخبز ونشرب من عصير الكرمة لأن ده جسد ودم المسيح. وراح قايل كده، واللي هيتناول من جسد والدم بدون استحقاق، يعني ما يكونش متايب أو مش مؤمن ولا حاجة وبيعمل أي كلام كده زي ما الناس بتعمل وخلاص، يكون إنسان غلطان جدا. وساعتها قال كده من يتناول جسد الرب ويشرب دمه بدون استحقاق، يعني كان اتقال عليه انه جسد الرب ودم الرب، يبقى زي ما المسيح قال لنا زي ما هنعمل. تقول لي بس انا شايفاه عيش وعصير، حتى طعمه في فمي عباره عن عيش وعصير، مش كده سؤالك؟ ايوه. ومش لحمه ولا طعم الدم، يعني انا شايفاه حاجه عاديه. اقول لك طب ما هو ده طبيعي، زي انت جواكي روح ربنا، هل انت شايفه حاجه؟ روح ربنا جواكي. طب بلاش، لما نيجي ناكل مثلا عيش، والعيش ده العيش اللي احنا بناكله ده اقول لك ده متكون من حبات دقيق. انت مش شايفه الدقيق اللي جواه لكن شايفاه عيش على بعضه. ده العيش عادي عندنا في البيت، يعني انت بتاكليه عيش ما بتشوفيش ان هو متكون من دقيق. او كوبايه الميه دي متكون لما تكبروا شويه متكونه من حاجه اسمها هيدروجين واكسجين متجمعين ببعض، 2 هيدروجين واحدة اكسجين، قصه كده، وتحولت شكلها بقى ميه. انت بتشربها على ان هي ميه بس هي مكوناتها حاجات تانية انت مش شايفها. كذلك ربنا قال للتلاميذ لما هتصلوا وانا اديت لكم السلطان ده ليكم يا كهنه، هم التلاميذ اللي بعد كده الرسل اللي بعد كده الكهنه، وتصلوا على الخبز والخمر هيبقى جسد ودم، اصنعوا هذا لذكري. كلمه ذكري يعني هبقى قاعد وسطيكم، بس هاتوني معاكم، هيتحول الجسد والدم ده لجسد دم حقيقي، من خبز وخمر يبقى جسد ودم حقيقي حتى لو مش شايفينها بعينيكم. ربنا يسوع المسيح نفسه هو ماشي قدامنا كده، احنا شايفينه انسان حقيقي، انسان عادي، بس هو جواه اللاهوت. كذلك احنا قدامنا خبز وخمر عاديين بس جواهم اللاهوت. انتوا ممكن كمان حد تاني بيسالني سؤال يقول لي طيب احنا لما بناكل الخبز والخمر مش دول يتهضموا كده ويروحوا مع الاكل؟ بيتعمل لهم دايجست. بيدايجست زي ما انت بتاخد في الساينس. طيب ما هو كده زيهم زي اي حاجه. هقول لك ما هو مش ده هو العنصر المهم في اللي هتاكله، ده مجرد شايل الحاجه العظيمه اللي انت بتاكلها. هقول لك عامل زي ايه. بتشوفوا ساعات حبات الدواء عباره عن كبسوله كده، لو حد منكم اتجرأ وفتحها هيلاقي جواها نقط كده، أيوة. حاجات حبايبات زي صغيره بيلي صغنن كده. ايوه، شكلكم شقيتوا وفتحتوها. ايوه. اهي بالظبط كده. الكبسوله اللي من بره دي ملهاش قيمه، لكن المهم الدواء اللي جوه. الدواء اللي جوه هو اللي بيشفي الواحد. كذلك اللي بتتناوله كده الجسد، الخبز وعصير الكرمة بناخدهم حلوين خالص، بس المهم اللي فيهم. طب اللي فيهم احنا مش شايفينه، ايوه زي الكبسوله انت مش شايف اللي فيها، ولما تخش جسمك بقى تعمل تأثير وانت ما كنتش شايفه. انت كنت شايف الكبسوله لونها ازرق مثلا او لونها ابيض، لكن اللي جواها ما كنتش شايفه. برضو الخبز والخمر جواهم جسد ودم المسيح وانت مش شايفه. هم فعلا بالصلوات وبحلول الروح القدس بيتحولوا فعلا لجسد دم المسيح حتى لو انت شايفهم عباره عن عيش وعصير.
اقول لكم شبه ايه كمان. لو عندك رغيف عيش في البيت سخن، لما بتاكليه هل بتاكلي السخونيه نفسها؟ لا. هو شايل السخونيه وداخلك، والسخونيه بقى تنتشر في جسمك كله، وهتخليكي مثلا كنتي سقعانه هتحسي انك كده كويسه. السخونيه ما بتتاكلش وما بتتهضمش، لكن بيبان تاثيرها. كذلك الخبز والخمر فيهم فعلا حضور حقيقي للمسيح، بناخدهم وهو يحل جوانا. طب والخبز والخمر زي الكبسوله بتاعت الدواء، يخشوا بقى يتهضموا او يحصل فيهم اي حاجه، لكن اخدوا المسيح ودخلوا لنا.